السلام عليكم. اليوم موضوعنا مهم مرة وكثير ناس تسأل عنه، ليش اليوتيوب يدفع فلوس لصناع المحتوى؟ يعني ايش الفائدة اللي يحصلها اليوتيوب من انه يعطينا فلوس؟ ومن فين تجي هذه الفلوس اصلا؟ اليوم بشرح لكم الموضوع من الالف للياء وبعطيكم امثلة على قنوات عربية مشهورة وكم ممكن تكون ارباحهم في اخر 30 يوم. خلينا نكون واقعيين، اليوتيوب مو جمعية خيرية تعطي فلوس من طيب قلب، اليوتيوب شركة واي شركة في العالم هدفها الاساسي في الفلوس. طيب السؤال، كيف اليوتيوب يكسب؟ الجواب ببساطة من الاعلانات. خلينا نشوف الصورة الكبيرة من اليوتيوب، عنده اكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، الناس تشوف مليار ساعة من المقاطع يوميا، المستخدمين من كل الدول والأعمار. الحين الشركات الكبيرة والصغيرة كلهم يبغون يوصلون لهذا العدد الكبير من الناس عشان يبيعون منتجاتهم. فين تتوقع يروحون؟ أكيد اليوتيوب. الشركات تدفع لليوتيوب الملايين يوميا عشان يحطون إعلاناتهم على المنصة. يعني مثلا شركة جوالات تبغى تعلن عن جوال جديد، أو شركة ألعاب تبغى تسوق للعبتها الجديدة، أو محل ملابس يبغى يزيد المبيعات، أو تطبيق جديد يبغى يجيب مستخدمين، كلهم يروحون لليوتيوب ويقولون نبغى نحط إعلاناتنا عندكم، كم ندفع؟ واليوتيوب يقول ادفعوا كذا وكذا وإحنا نوصل إعلاناتكم لملايين الناس. هنا يجي دورك أنت كصانع محتوى. بدون صناع محتوى ما في مقاطع، بدون مقاطع ما في مشاهدين، بدون مشاهدين ما في إعلانات، وبدون إعلانات أكيد اليوتيوب يطفر. يعني أنت السبب الرئيسي إن الناس تيجي تدخل اليوتيوب وتشوف الإعلانات. لما الشركة تدفع اليوتيوب، اليوتيوب ما ياخذ الفلوس كلها لنفسه، هو يقسمها معك. القسمة كيف تكون؟ اليوتيوب ياخذ 45% من قيمة الإعلان، أنت تاخذ ال 55% الباقية من قيمة الإعلان. يعني لو صاحب الإعلان دفع 100 ريال، اليوتيوب ياخذ 45 ريال وأنت تاخذ 55 ريال. طيب كثير يسألون ليش اليوتيوب يعطيك أكثر من نص الفلوس؟ ليش ما ياخذ كل شيء؟ الجواب سهل، اكيد لانك انت اللي سويت المحتوى، انت اللي قضيت ساعات تصور المقاطع، انت اللي جبت الافكار والابداع، انت اللي بنيت الجمهور، انت اللي خليت الناس تجي تشوف اليوتيوب. بدونك ما في مقاطع، بدون مقاطع اليوتيوب بيكون موقع فاضي ما حد يدخله. عشان كذا اليوتيوب يحتاجك ويحتاج يعطيك حافز عشان تستمر تنتج محتوى وتجيب مشاهدين اكثر، وهذا يعني اعلانات اكثر، وكذا الكل يطلع كسبان. طيب خلونا نشوف الصورة كاملة. اول شيء الشركات او المعلنين يوصلون منتجاتهم لملايين الناس، يزيدون مبيعاتهم، يبنون علامتهم التجارية. ثاني شيء اليوتيوب يكسب فلوس من الإعلانات، يحافظ على منصته قوية ونشيطة، يجيب كثير من المستخدمين والشركات. ثالث شيء صانع المحتوى، تكسب فلوس من الشيء اللي تحبه، هذا يزيد شغفك وإبداعك، تبني جمهور ومجتمع خاص فيك، تحول هوايتك لمصدر دخل. رابع شيء المشاهدين، يشوفون محتوى مجاني وفيه تنوع كثير مرة، ينبسطون ويتعلمون، وممكن يكتشفون منتجات وخدمة جديدة من الإعلانات، وكذا كل الأطراف تطلع كسبانة شيء. خلونا الحين ندخل في التفاصيل. من فين تجي الفلوس اللي تدخل حسابك؟ طيب المصدر الأول إعلانات المشاهدة. وإيش هي هذه؟ هذه الإعلانات اللي تطلع لك لما تشوف مقطع في اليوتيوب وأنواعها كثير. طيب الحين كيف نحسب الفلوس؟ أولا في شيء اسمه سي بي إم. يا حبيبي إيش يعني سي بي إم؟ السي بي إم اختصار لي كوست بير مايل، وكلمة مايل معناها 1000. يعني سي بي إم كم تربح مقابل كل 1000 مشاهدة فيها إعلان. انتبه، مو كل 1000 مشاهدة على المقطع، فقط 1000 مشاهدة طلع فيها الإعلان. يعني 1000 مشاهدة اللي جا فيها إعلان. اليوتيوب عنده طريقتين أساسية يكسب منهم وأنت تاخذ حصتك منهم. أول طريقة الدفع على المشاهدة. إيش يعني؟ لما الإعلان يطلع للمشاهد وشافه كامل أو تخطاه بعد 5 ثواني، في الحالة أنت تعتبر مشاهدة إعلان. مثال، إعلان طلع قبل المقطع، المشاهد شافه 5 ثواني وسوى تخطي، تنحسب لك مشاهدة إعلان. الطريقة الثانية الدفع على الضغط، وطبعا هذه أقوى من الأولى. طيب وهذه برضو إيش معناها؟ الحين أقول لك. لما المشاهد يشوف الإعلان ويضغط عليه ويروح لموقع الشركة اللي سوت الإعلان، هنا الشركة تدفع مبلغ أعلى بكثير من إنك تشوف الإعلان وخلاص. طيب ليش؟ لأن الضغط يعني إنك مهتم وبرضه في احتمال تشتري، عشان كذا ضغطة واحدة على إعلان ممكن تساوي قيمة 10 مشاهدات. هذا مثال بسيط مرة. خلينا نفترض مقطعك جاب 100,000 مشاهدة، لكن مو كلهم شافوا إعلان. يعني بالعادة من 40 إلى 60% من المشاهدات طلع فيها الإعلان، يعني تقريبا 40,000 إلى 60,000 مشاهدة. خلينا ناخذ المتوسط 50,000 مشاهدة. السي بي إم في السعودية تقريبا من 2 إلى 5 دولار على كل 1000 مشاهدة فيها إعلان. طيب كيف نحسبها؟ نبدأ أول شيء بالحد الأدنى اللي هو دولارين على كل 1000 مشاهدة. طيب عندنا 50,000 مشاهدة، يعني 50 نقسمها على 1000 يساوي 50. الحين 50 ضرب 2 هذا يساوي 100، يعني 100 دولار. بالسعودي تطلع 375 ريال سعودي تقريبا. طيب الحين الحد الأعلى اللي هو 5 دولار على كل 1000 مشاهدة، نفس الشيء نقسم عدد المشاهدات على 1000 يطلع 50. يعني 50,000 مشاهدة تقسيم 1000 يساوي 50. تاخذ ال50 ونضربها في 5 دولار يطلع 250 دولار، يعني 940 ريال سعودي. طيب السؤال، ليش بعض المقاطع تربح أكثر؟ واحد، لأن جمهورها عمره أكبر. اثنين، في دول سعر الإعلان فيها أعلى. ثلاثة، مدة المشاهدة على المقطع، يعني مثلا 90% من اللي شافوا المقطع كملوا للأخير. رابعا، الناس كثير تضغط على الإعلان، يعني ممكن مقطعين بنفس عدد المشاهدات لكن الأرباح تختلف في كل مقطع. باختصار اليوتيوب ما يدفع على عدد المشاهدات بس، يدفع على عدد الإعلانات اللي انعرضت، كم شخص ضغط على الإعلان. عشان كذا ممكن مقطع ب5
50,000 مشاهدة يطلع فلوس أكثر من مقطع ب200,000 مشاهدة. طيب الحين نروح للمصدر الثاني، العضويات. وإيش هي هذه العضويات؟ اليوتيوب قبل فترة نزل خاصية جديدة تخلي المشاهدين يقدرون يدفعون اشتراك شهري بقناتك ويصيرون أعضاء في القناة. كيف تشتغل هذه؟ المشتركين يدفعون مبلغ شهري أنت تحدده، مثلا 10 أو 20 أو 50 ريال، يحصلون على ميزات خاصة، مثلا ايموجيات مخصصة للأعضاء، أو شعارات تطلع جنب أسمائهم، أو محتوى حصري، مقاطع مثلا خاصة فيهم بس، وبرضه أولوية في الرد على التعليقات، برضه تفتح بث خاص فيهم. طيب كيف نقسم الفلوس؟ المشترك مثلا يدفع 100 ريال شهريا، اليوتيوب ياخذ عمولة 30%، يعني 30 ريال، أنت تاخذ 70%، يعني 70 ريال. مثلا لو عندك 1000 عضو يدفعون 10 ريال شهريا، خلينا نحسبها 1000 ضرب 10 يساوي 10,000. طيب عمولة اليوتيوب 30%، يعني 3000 ريال تروح لهم، وكذا يطلع صافي دخلك 7000 ريال شهريا. وفي انواع كثير تقدر تكسب منها في اليوتيوب، لكن هذه الان الارقام اللي بذكرها ارقام تقديريه، مو ارقام رسميه من القنوات نفسها، ممكن تكون اكثر او اقل، وما اقول الا الله يرزقنا ويرزقهم، هذا جزاء تعبهم. طيب اول شيء نبدا باسطوره اليوتيوب مجرم جيمز. الشخص هذا كل ماله يبدا اكثر واكثر، مثلا في اخر 30 يوم ما شاء الله عليه، وفي سلسله الكرفان اللي كل سنه يسويها ويجيب ارقام عاليه ما شاء الله. لكن هذه السنه غير، هذه السنه كسر الدنيا، قدر يزور أكثر من 15 ولاية، وقطع أكثر من 12,000 كيلو في 18 يوم بس. بالنسبة لليوتيوب قدر يوصل أرقام قوية، مثلا قدر يجيب أكثر من 80 مليون مشاهدة، 330 ألف مشترك، و5 مليون و700 ألف لايك في 30 مقطع. وعلى حسب هذه الأشياء بنحاول نطلع نسبة تقريبية بس من أرباح اليوتيوب بدون الدعايات الثانية. طيب مثل ما قلنا من 40 إلى 60% من المشاهدات تطلع فيها إعلانات بس، وبنفس المثال اللي فات بناخذ المتوسط بس، يعني 50%. طيب عشان التفاعل قوي فبنحسب السي بي ام، واللي مثل ما قلنا كل 1000 مشاهدة عندنا تفاعل عالي ما شاء الله، وعدد لايكات كبير، وبرضه مشاهدات قوية، يعني نقدر نحط سي بي ام متوسط من 3 إلى $5. الحساب النهائي الحد الأدنى 40 مليون ضرب 1000 يساوي 40,000، 40,000 ضرب 3 يساوي $120، يعني بالسعودي 450 ألف ريال سعودي ما شاء الله. الحد الأعلى $5 مثل ما قلنا. طيب الحين نجي للمشاهدات، زي ما قلنا نحسب النص اللي هو 40 مليون ضرب 1000 يساوي 40,000، 40,000 ضرب 5 $200,000، يعني بالسعودي 750 ألف دولار ما شاء الله. وهذه أرباح يوتيوب بدون دعايات أو شيء ثاني برا اليوتيوب، وكلها أرباح تقديرية لآخر 30 يوم من 450 ألف إلى 750 ألف ريال سعودي ما شاء الله، الله يرزقه أضعاف. نطبق نفس المثال على قناة شونغ لكن باختصار أكثر، هذه الأرباح التقديرية. طيب نطبق نفس المثال على قناة شونغ لكن باختصار أكثر، هذه الأرباح التقديرية قدامكم على الشاشة. طبعا القناة ما شاء الله تفاعلها عالي، وهذا يرفع قيمة الإعلان مثل ما قلنا. الحين نروح لأبو فلة، وهذه أرباح، وطبعا معروف أبو فلة إنه تفاعله قوي ما شاء الله. طبعا أعيد وأكرر الأرباح تقديرية بس، ممكن تكون أكثر أو أقل الله أعلم. وهذا بس من الإعلانات، لو حسبنا الرعايات والعضويات والسوبر شات الرقم ممكن يتضاعف بسهولة. ليش أبو فلة يربح كذا؟ أبو فلة عنده عدد مشتركين كبير اللي هو 47 مليون ما شاء الله، مشاهدات عالية، نتكلم عن الملايين في كل مقطع، محتوى طويل، مقاطع من 15 إلى 30 دقيقة، يعني إعلانات أكثر، تفاعل عالي، لايكات، تعليقات، مشاركات، وبرضه رعايات كبيرة من شركات كبيرة، وفوق هذا عضويات وسوبر شات في البثوث المباشرة. عشان ما نطول أكثر من كذا تقدرون تسوون الحسبة هذه على أي قناة ثانية تبغون وتشوفون الحسبة كاملة. لو تبغون جزء ثاني أتكلم فيه عن ليش قناة تربح أكثر من قناة ثانية حتى لو عندهم نفس المشاهدات، اكتبوا لي في الكومنت، وبالمرة وأنتم تحت حط لايك واشتراك. وأعيد وأكرر المبالغ اللي ذكرتها تقديرية بس، والله يوسع رزقه على الجميع كيف ما يبغى. فاذكروا الله إذا عجبكم شيء، وشوفوا مقاطع ثانية في القناة بتعجبكم إن شاء الله. وبس، مع السلامة.